انجح طريقة لتزيين الكيك وعلى ضمانتي وبمكون واحد بس موجود في كل مكان جنبك، وتقدري كمان تعمليه مشروع من البيت. ومن النهاردة هتبقي استاذة في عمايل الكيك وتزيينه. بجد يا بنات سهلة جدا وبسيطة، ولو عملتيه بالطريقة دي بجد هتكسبي منه مكاسب بسم الله ما شاء الله. بجد دي طريقتي المفضلة يا بنات، وبأبسط طريقة تقدري تعمليه. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول، ويا رب اللي تحط اللايك تكبر بخاطرها وتسعد قلبها وتزور بيت سيدنا. اول حاجه علشان نعمل الكريمه اللي بنزين بها التورت او الجاتوهات او اي كيكه عامه، لازم يكون عندي ميه متلجه ويكون فيها تلج زي ما انتم شايفين كده. لازم يكون فيها قطع تلج بالشكل ده. طيب احنا علشان نزين الكيكه بتاعتنا هنعمل ايه؟ هحط الميه المتلجه الاول. عندي قد ايه؟ نص كيلو من الميه وربع كيلو من الكريم شانتيه اللي هو الخام. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان خام هنحط عليه 100 جرام من السكر البودره. اضربه في قلب المضرب بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وابدا اشغل عليها العجانه على السرعه التانية لحد ما المكونات دي تختلط مع بعض علشان ما تقلبش الدنيا. وبعد كده بعلي السرعه. هيقعد معايا لمده 7 دقايق. لو بالمضرب الكهرباء هيقعد معايا 10 دقايق. بصوا بقى لحد ما يديني قوام كريمي متماسك. وبصي وتعلى معايا الكريم شانتيه ده خام ونوعه حلو قوي، بحيث ان انا اقلب الحله كده استحاله تقع ومتماسكه معايا جدا. طيب انا جبت كريمه وطلعت معايا مش حلوه، اعمل ايه وتطلع معايا سايحه؟ طب الحل هنا ايه؟ اجيب معلقه صغيره من الجيلاتين اللي هو البودر، ادوبه في شويه ميه، وبعد ما اضربه 3 دقايق اقوم حاطه بقى الجيلاتين اللي انا مدوباه في الميه احطه مع الكريمه. هيديها تماسك وهتبقى معاكي حلوه واستحاله تسيح. بس الافضل تجيبي نوع حلو تعملي بيه التورت او الجاتوهات او اي كيكه عامه هتزيني بيها. حتى لو انت هتعملي مشروع لازم تجيبي نوعيه كويسه جدا من الكريمه وتكون خام معاكي، وانت تحليها بشويه سكر بودره. بصي بقى علشان نزين التورت بتاعتنا لازم يكون عندنا ايه؟ بصي شوكولاته نوع واحد بس. يفضل تجيبيها بيضه ويكون عندك كاكاو خام وتلعبي بيه بقى براحتك. وهقول لكم ازاي، بس هقول لكم الاول هنسقسق الكيكه بتاعتنا بسكر على شويه ميه. معلقه واحده بس من السكر على نص كوبايه من الميه، ونسقسق كده بالفرشه يا اما بخاخ ونرش على الكيك بتاعنا. طيب بنعمل الخطوه دي ليه؟ لان السكر بتاع الكيك بيبقى خفيف وفي نفس الوقت يخلي الكيك طعمه حلو. خلاص كده تمام. عندي بقى هنا ايه؟ صوص شوكولاته. بعمله ازاي؟ نص كوبايه من الميه على 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، معلقتين 2 كبار من الزيت، واحط عليه معلقه كبيره من الكريمه اللي هي الكريمه الشانتيه وهي بودره، و5 معالق كبار من السكر. وممكن تعملي بدل الميه تعمليها بلبن وتقلبي لحد ما يتماسك معاكي. واخر حاجه بضيف عليها 50 جرام من الشوكولاته اللي هي البيضه اللي انا قلت لكم تجيبوا شوكولاته بيضه وتلعبوا فيها براحتكم. خلاص كده تمام. هتدوكوا طعم حلو قوي. واسيبها بقى لحد ما تبرد واشتغل بقى بيها للكيك لتزيين التورت الجاتوهات. بجد سهله قوي يا بنات وموجوده في كل مكان، مش عايزاكي تستصعبي حاجه. ونزين بقى التورته بتاعتنا بالشكل ده. بنحط الشوكولاته بنسقسقها الاول بالميه بسكر، وبعد كده بنحط عليها الصوص شوكولاته ونحط عليها الكريمه ونحط برده صوص شوكولاته بالشكل ده، ونحط الطبقه الثانيه. ممكن تعمليها من طبقتين من 3 اللي انت عايزاه. ولو انت هتعمليها مشروع من البيت يفضل تعمليها من طبقتين، ويكون الطبقه السمك بتاعها متحمل شويه، ما تكونش السمك بتاعها رقيق. لو هتبقى رقيقه معاكي يبقى هتعمليها من 3. عايزه اقول لكم والله العظيم يا بنات ده كان شغلي الاساسي اصلا في التورت والجاتوهات والحلويات الشرقيه والغربيه. بجد لازم تجربوها بالطريقه دي لانها سهله جدا. وعايزه اقول لك لو انت هتعملي منها مشروع من البيت يفضل تعمليها بكريمه يكون خام ونوع كويس جدا، بس ما تعملهاش بالكريمه اللي هي السايله لانها هتكلفك، وفي نفس الوقت كمان لو ضربتي فيها قوي هتقلب العكس. عند ما تتماسك خلاص بنوقف فيها ضرب. ده الكريمه اللي هي الايه؟ السايله. اما الكريمه اللي هي البودره اللي هي الخام زي دي سعرها حلو ومناسب، وميت ما تضربي فيها ما تقلقيش منها خالص. ودايما خلي بالك لما تيجي تضربي الكريمه اللي هي شانتيه البودر تقل في الميه بتاعتها شويه. يعني مثلا تعملي كوبايه من الكريم شانتيه هتحطي عليها كوبايه ونص، ما تحطيش عليها كوبايتين. ليه؟ علشان ممكن تطلع نوعها مش حلو، فممكن تكون سايحه معاكي وتيجي تزيني بها التورت او الجاتوهات هتبصي تلاقي الطبقات بتنزل من بعضها كده والكريمه بتسيح منها، وفي نفس الوقت مش ماسكه نفسها. ولما تيجي تشيليها وتحطها في قلب الكرتونه بتاعتها او تشيليها وتنقليها هتبصي تلاقي ايه؟ ثابت من بعضها. فيفضل لو هتعملي مشروع يبقى تستخدمي كريمه كويسه جدا. ولما تخلصيها بقى بالكريمه دي قبل ما تعملي الفينش الاخير لازم تكوني حطاها في التلاجة اقل حاجه ساعه، وبالذات في الحر علشان تعرفي تشتغليها. بعد ما حطيتها بقى في قلب التلاجة لمده ساعه علشان اعرف افنشها. بص حلواني
تاني واحط فيه البلبله واحط فيه الكريمه واعمل روزيتات بقى بالشكل ده، يا اما شكل ورده يا اما شكل كمثرى. بصي الشكل اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه تكون التورتيه بتاعتك سيمبل وخفيفه، ما تافوريش قوي في التزيين. انا كنت احط الشوكولاته كلها كده، لا قلت احط البيضه وصوص الشوكولاته اخطط بيه علشان يديني شكل حلو وفي نفس الوقت تبقى سيمبل وهاديه معايا. بصوا بقى انا عندي شوكليت شيبس بحطها على الروزيتات اللي انا عملتها وبخطط بقى بالصوص الشوكولاته بالشكل ده. حسيت ان هي لا كده، قلت لا احط عليها الشوكليت شيبس في الجناب علشان يديني شكل حلو. صليتي بينا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اعملي شير واشوفك على خير وفي امان الله.